في فيديو النهارده يا صديقي هنتكلم عن الأداة الجديدة من جوجل جيميناي اللي هي CLI اللي هو يعتبر اجنس أو وكيل ذكاء اصطناعي من جوجل مفتوح المصدر، تقدر إن أنت تستخدمه من على جهازك بشكل مباشر أو يعني بشكل مباشر، وهو موجه أكتر للمبرمجين والمطورين. بس هعرفك إن أنت إزاي تقدر تستخدمه، وخليني أقول لك إن هو في البداية كده إن هو مش عملي، مش زي افتراضا اللي هي النماذج اللي أنت بتستخدمها، أو مثلا مش زي مثلا المواقع اللي انت بتروحها عشان تقدر ان انت تستخدم فيها النماذج، لان هنا انت مش بتتعامل مع الواجهه بشكل مباشر بالشكل اللي انت عارفه، اللي انت مثلا محتاج تتكلم مع مثلا جوجل جيميناي، فبتروح ان انت يعني تخش عندك على موقع جيميناي عشان تقدر ان انت تتكلم مع نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بجوجل، او مثلا محتاج ان انت تصمم صوره فبتروح عندك اللي هو الايمج اف اكس عشان تقدر ان انت تصمم صوره، تمام. او انت مثلا محتاج تصمم فيديو فبتروح عندك على اللي هو جوجل فيديو او جوجل فلوكس، او مثلا اللي هو فلوكس عشان تقدر ان انت تحول النص الى فيديو والكلام ده كله. لا، هنا الموضوع مختلف، اللي انت بتتحكم في كل الادوات دي كلها من مكان واحد، وهو عن طريق السي ام دي او التيرمينال، اللي هو يعتبر لوحه الاوامر، اللي انت بتروح وتكتب اللي انت عايزه في لوحه الاوامر، فاوتوماتيك انت بتطلب منه اللي انت عايزه. فالموضوع هنا ممكن يكون معقد شويه بالنسبه لك، ولكن انا هعرفك ايه هو جوجل جيميناي اللي هو السي ال اي، وايه فكرته، وازاي تقدر ان انت تثبته عندك على جهازك عشان تقدر ان انت تجربه بنفسك وتشوف هل انت بالفعل حبيته ولا لا. والجميل فيه ان هو مجاني اصلا بالكامل، فانت تقدر ان انت تستخدمه بكل حريه، لان انت تقدر يعني حرفيا تستخدمه كمان في ان انت توصله عندك بالسيرفر بتاعك اللي هو الام سي بي، تقدر توصله بالسيرفر بتاعك وتتعامل اوتوماتيك من خلاله على السيرفر، فاهمني؟ فده نقطه اخرى، حاجه برضو ممتازه. طيب نكمل بقى دلوقتي او نتعرف على ايه هو عندنا جوجل اللي هو سي ال اي. زي ما انت شايف ده واجهته، تمام، زي ما انت شايف، وهسيب لك انا الرابط طبعا ده موجود تحت في الوصف. كل الروابط اللي انا هتكلم عنها دي هسيبها لك في الوصف. ده الرابط ده الخاص بالمقاله بتاعه جوجل اللي بيعرف او جوجل بتعرفنا ده هو عباره عن ايه. عندك هنا بيقول لك يتوفر جوجل سي ال اي وهو مجاني ومفتوح المصدر، برنامج جيميناي مباشر الى محطات المطورين مع امكانيه وصول لا مثاليه لها للافراد. ده مش موضوعنا. عندك هنا بيقول لك بالنسبه للمطورين واجهه سطر الاوامر السي ال اي ليست مجرد اداه، بل هي موطنهم، وكفاءه الطرفيه وانشارها وسهوله حملها تجعل الاداه المفضله لانجاز العمل. ده بالنسبه للمطورين، لان كمان انت تقدر ان انت تصلح الاخطاء البرمجيه او الاكواد اللي انت كتبتها، مثلا كتبت حاجه غلط، الكود البرمجي فيه حاجه خطا بتاع، فهو برضو معتمد على ان انت تصلح الاشياء المتعلقه بالبرمجه او اللي هي الاكواد البرمجيه، مع استمرار اعتماد المطورين او الطرفيه اللي هم الفرديين، يعني اللي هم بيشتغلوا لوحدهم. يعني يزداد الطلب على دعم الذكاء الاصطناعي المتكامل اللي هو الاجنس. وطبعا بقى عندك حاجات كتيره هنا ما لناش فيها، يعني حاجات مش هتفيدك، بس عندك هنا بيقول لك المهم بقى، بيقول لك لاستخدام واجهه سطر اوامر جيميناي مجانا، ما عليك سوى تسجيل الدخول بحساب جوجل الشخصي للحصول على ترخيص جيميناي، تمام، اللي هو الكود اسيست. يعني وهنا يتيح لك الترخيص المجاني الوصول للجيميناي 2.5 برو. يعني انت هنا بتقدر تستخدم النسخه البرو اللي هي تعتبر اقوى نموذج ذكاء اصطناعي في العالم، ورقم واحد في البرمجه، ورقم واحد في مليون حاجه تانية، اللي هو جيميناي 2.5 برو اللي هو اقوى نماذج جوجل. ونفذت السياق الضخمه التي تحتوي على مليون رمز توكن. التوكن ده اللي هو الانبوت، الادخال بمعنى ادق، يعني حرفيا انت عندك النموذج ده بيدعم 1 مليون توكن او 1 مليون رمز ادخال. ايه التوكن والكلام ده كله انا اتكلمت عنه قبل كده في فيديو فات، ولكن الفكره ان نفترض ان انت عندك نص من المليون حرف تقدر ان انت تبعته لجوجل وجوجل هيفهمه وما عندوش اي مشاكل في النقطه دي، بس هو هيخرج لك اللي هو يعني ده الانبوت اللي انت نفذته اللي هو التوكن. الاوتبوت هيكون عندك 85,000 او 90,000 توكن، تمام، اللي هو الاوتبوت. فانت هو بيقدر يفهم مليون رمز، بس في نفس الوقت بيخرج لك 85 او 90 الف تقريبا، مش متذكر بالظبط الرقم، بس برضه حاجه ضخمه، يعني في الحالتين حاجه ضخمه يعني، وانت طبعا مش هتحتاج كل ده. عندك هنا ضمان عدم تجاوز الحد الاقصى خلال هذه المعاينه، واذا وجدت لك يعني واذا وجد يعني نقدم لك اكبر حد في المجال. عندك هنا بيديك 60 طلب، طبعا انت اكيد مش هتستخدمه كلهم، 60 طلب في الدقيقه و1000 طلب يوميا، وده بالمجان، بالمجان. يعني انت هتستخدم عندك 60 طلب في الدقيقه. استحاله، يعني مش استحاله، في ناس مجانين، بس مين هيعمل ده؟ الواحد بينفذ طلب ويستنى جنبها ساعتين ثلاثه اصلا. انا بعمل كده، الله اعلم بقى غيري ظروفه عامله ازاي، بس 60 طلب ده في الدقيقه، ده حاجه جباره يعني، تمام. وعندك 1000 طلب يوميا مجانا. اذا كنت مطور محترف الكلام ده كله ماليش دعوه بيه خلاص. عندك هنا طبعا بيقول لك توسيع قدرات اللي هو الجيميناي سي ال اي من خلال دعم البروتوكول اللي هو الام سي بي. لو انت مش عارف الام سي بي باختصار، عشان تيجي عندك هنا ام سي بي اي اي، هتلاقي عندك هنا، او تقدر تسال جوجل جيميناي، او تقدر تسال اي نموذج ذكاء اصطناعي. حرفيا هو عباره عن ان انت بتوصل ده باللي هي الادوات المتعلقه بالبرمجه والسيرفرات، ده الام سي بي. بس الموضوع سهل جدا.
جدا. بس طبعا كون ان انت مش مبرمج ولا انا مبرمج فاحنا مش هنفهم في الكلام ده. لو انت مبرمج بقى اكيد انت عارف يعني ايه الام سي بي. عندك هنا قم بتخصيص متطلبات وارشادات تخصيص جيميناي، الكلام ده كله خلاص كده يعتبر احنا وصلنا للنقطه اللي احنا عايزينها. نيجي بقى دلوقتي للحاجه اللي وراها، وهو ان احنا ازاي نقدر نثبتها. هتروح هنا عندك يا سيدي على اللي هو اللهم صل على النبي، اللي هو الجيت هاب، اللي هو الجيميناي سي ال اي على جيت هاب. وطبعا هنا عشان تقدر ان انت تثبته محتاج كذا حاجه. انا طبعا هسيب لك الرابط ده تحت في الوصف. هنا طبعا بيقول لك الطريقه بتاعه التثبيت. هتلاقي عندك هنا اللي هو كويك ستارت. هنا اول حاجه بيطلب منك ان انت محتاج تثبت عندك اللي هو البرنامج نود دوت جي اس فيرجن 18 فيما اعلى. يعني عندك هنا اور هايرس انستول، يعني عندك من الاصدار 18 فيما اعلى. طيب هنروح عندنا هنا على الاصدار ده بالشكل ده، وهنفتح عندنا الساند بوكس. طبعا ما تعملش زينا بس عشان ثبته قبل كده، فالشروط بتاعتي او الخطوات بتاعتي مختلفه عنك دلوقتي، بس هي نفس الفكره. هتروح دلوقتي عندك افتراضا على متصفح جوجل كروم او المتصفح بتاعك، وهتروح دلوقتي عندك هتحمل عندك اللي هو النسخه دي. لو انت رحت عندك بالشكل ده هيكون شكله تمام. فانت هتروح هنا عندك على انستول بالشكل ده. بعد كده تروح نازل عندك تحت ومختار عندك اللي هو اللي يعني اصدار الويندوز بتاعك. افتراضا لو انت شغال على ويندوز هتختار ويندوز، لو انت جهازك ماك او ماك بوك هتختار اللي هو الماك او اس. لينكس هتختار لينكس بكل التوزيعات، او الاي ال اكس. طبعا غالبا ما حدش بيستخدمها اصلا وانا ما اعرفش ايه دي اساسا. فدلوقتي انت هتختار عندك اللي هو النواه، والله انت شغال على النواه 64 هتحطها. الرامات بتاعتك اقل من يعني اقل من 4، وده استحاله دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ان يكون حد عنده رامات اقل من 4 اصلا. مش عارف اصلا هو شغال ازاي، بس اذا افترضنا فهتختار عندك 86 وغالبا مش هيشتغل معاك بشكل مظبوط. ففكك من الحوار ده، لازم يكون 4 جيجا فيما فوق. او انت مثلا عندك معالج اللي هو الايرام اللي هو الارم، يعني مش الايرام، ارم فينا اللي هو اسمه ارم بس انا بقول عليه ارم تمام، اللي هو الارم تمام. معالج ارم 64 ده لو انت بالفعل المعالج بتاعك هو مبني على نواه ارم، مش مبني عليه فخلاص بقى تختار عندك 64 وهتيجي هنا عندك على انستول. هتحمل معاك البرنامج وهتدوس هنا عندك على اوبن فايل عشان تثبته بالطريقه التقليديه. نيكست تمام، نيكست 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 نيكست، وبس خلاص انتهى الموضوع. تنتظر معاك لحد اما يثبت. بعد ما خلصت فهتيجي دلوقتي عندك على فينيش، وكده خلاص هو اتثبت. مش هيفتح معاك اي حاجه بس هيظهر معاك في اللي هو الستارت. دلوقتي انا محتاج بقى اروح عندي على جيت هاب مره تانية بالشكل ده، ومحتاج دلوقتي انزل عندي تحت عندي على الكويك ستارت. وبعد كده طبعا عندي هنا يعني رابطين نقول او مسارين للتثبيت. ممكن تختار المسار الاول تمام، لو ما اشتغلش معاك عادي تقدر تختار المسار الثاني، هو الاثنين متاحين. يعني هو عندك بيقول لك ده او ده تمام، ده او ده بغض النظر، ده اشتغل معاك خلاص، ما اشتغلش التاني. هتيجي هنا عندك على سي ام دي زي ما انت شايف، او مدايس هنا عندي انتر، واروح هنا ضايف عندي المسار ده واروح دايس هنا عندي انتر. ممكن يظهر معاك ايرور زي ما انت شايف، ده طبيعي جدا ومنطقي جدا. فهاجي هنا عندي على الاصدار او عندي على اللي هو الرابط الثاني، اروح رايح عليه ودايس هنا اهو. مسافه ما انا ادوس هو اوتوماتيك هيبتدي التحميل للتفعيل، فانتظر معايا لحد اما يفتح. بعد ما يخلص معاك وظهر معاك بالشكل ده، هو اوتوماتيك هيظهر معاك بالشكل ده. دوس انتر هيفتح معاك دلوقتي جيميناي بالشكل اللي انت هتشوفه ده دلوقتي تمام. ممكن تكبره بقى عشان تقدر ان انت تشوف الدنيا هنا عامله ازاي. هنا عندك بيقول لك ده الثيم، او ده اللي هو الايه، اللي هو الشكل او المظهر ده الثيم. يعني انت بتختار الثيم زي ما انت شايف، يعني تقدر تختار عن يعني عن طريق الاسهم فوق تحت الكلام ده كله. تقدر تختار الثيم اللي انت عايزه، والله عايز ثيم جيت هاب، عايز ثيم مش عارف ايه الكلام ده كله، تقدر تختار الثيم اللي يريحك. فده ما فيهاش حاجه يعني ايه، ما فيهاش حاجه خاصه يعني تمام. فاقدر اختار السيم، وكمان اقدر ان انا تحت اروح على اللي هو الايه، اللي هو ابلاي يوزر سيتنج. يعني افتراضا اختار عندي السيم، نقول مثلا السيم الخاص بجيت هاب افتراضا، او جوجل كود. يعني لا جيت هاب حلو، احلى وواضحه. اختار ده. بعد كده طبعا هنا بيقول لي ان انا اسجل عن طريق ايه. والله هنا عندك تقدر تسجل عن طريق اللي انت عايزه. عندك جوجل ان انت تسجل عن طريق جوجل بشكل مباشر، او ان انت تسجل عن طريق جيميناي اي بي اي كي. وعندك هنا اللي هو بتقدر تسجل كمان عن طريق اللي هو الفيرتكس اي اي. طب انت عايز نصيحتي، انصحك ان انت تسجل عن طريق جيميناي اي بي اي كي. ليه؟ لانه بيفتح لك حاجات كتيره، حرفيا بيفتح لك حاجات كتيره.
يعني انت ممكن تقدر تستخدمه في حاجات كتيره. افترض ممكن حابب ان انت تستخدمه في ان انت تصمم صور، فممكن ان انت تروح يعني تقدر تروح تجيب اللي هو الاي بي اي كي الخاص بجوجل جيميناي المتعلق بتصميم الصور. حابب ان انت مثلا تستخدم الاي بي اي الخاص باللي هو جوجل برو، تقدر تستخدمه. لو انت حابب تستخدمه فقط للبرمجه، ولا في دماغك تصميم مثلا صور، ولا في دماغك تصميم فيديوهات، ولا في دماغك الكلام ده كله، تقدر تسجل عن طريق جوجل بشكل عادي. هتيجي هنا عندك على لوج واتش جوجل، هتدوس عليه فيفتح معاك طبعا حسابك على جوجل، ان انت يعني انت هتضيف عندك الايميل والباسورد بتاعك. بعد كده هيقول لك يعني طبعا انت هتقول له نفس ان انت يعني نفس زي ما انت بتسجل عن طريق موقع عن طريق جوجل، فاهمني؟ يعني مثلا في موقع بيقول لك سجل عن طريق جوجل، نفس الفكره. هيقول لك والله انا موافق على الشروط والكلام ده. الموضوع بسيط جدا. او ان انت تسجل عن طريق يعني اللي هو جيميناي اي بي اي كي. انا انصحك بيه ده لو انت حابب ان انت تصمم صور وفيديوهات ويبقى معاك حريه اكبر ان انت تبدل ما بين الاي بي اي، ما تبقاش مربوط بحاجه واحده. فانا يعني افترض انا اختار عندي اللي هو جيميناي اي بي اي كي، فدلوقتي بيقول لي الجي بي اي كي طبعا هنا بيقول لي ان هو مش موجود، يعني اللي هو الاي اي ستوديو، فعشان انا مش رابطه فعلا. تمام، يعني انا ممكن اقدر اكتبه هنا، بس طبعا هو ايه مش هينفع يعني. فاختار عندي اللي هو الطريقه التقليديه الخاصه بجوجل. ده لسه بيقول لي هادي يعني. زي ما انت شايف هيظهر عندي الحساب ده او البتاع ده، هدوس الله. تمام، وبعد كده طبعا بيقول لي اسجل حسابي، فاسجل حسابي. ودلوقتي زي ما انت شايف هيظهر معاك بالشكل ده. هقول له تسجيل دخول، وهيدخل معاك عادي، او ظهر معاك الشاشه دي اللي هو ان انا دخلت وظبطت الدنيا اوتوماتيك. هو دلوقتي هتلاقيه ظهر عندك بالشكل ده. مبدئيا انت كل حاجه بتتعامل معاه بيها باللغه الانجليزيه. هقول له مثلا هنا هالو، هيرد عليه هالو، فاهمني؟ زي ما انت شايف هو دلوقتي بيرد عليك هاو وات اي كان هيلب يو. تمام، فدلوقتي مثلا هقول له يو ار كان سبيك Arabic، فهتلاقيه دلوقتي كاتب لك رموز غريبه، فاهمني؟ لان هنا ما بيدعمش العربي زي ما انت شايف. هنا للاسف ما بيدعمش كتابه اللغه العربيه. يعني هو لو كتب لك عربي انت مش هتفهم، هيظهر عندك بالشكل ده. انا حبيت ان انا اوضح لك عشان ايه تفهم الموضوع ماشي ازاي، فاهمني؟ يعني انا حبيت اوضح لك بس عشان تعرف ان هو بالفعل ما بيدعمش عربي. وانت كمان لو انت جيت كتبت عربي تحت للاسف ما بيدعمش عربي برضه، فاهمني؟ ففي كلا الحالتين ما بيدعمش عربي، اذا كان يعني كتابه او هو كمان يبعت لك كتابه. طيب نيجي بقى دلوقتي للحاجه اللي وراها، وهو اني انا افتراضا محتاج اني انا اضيف شيء ما. لو انا جيت هنا دوست عندي على اللي هو الشيفكو ات، هنا اقدر ان انا اضيف عندي مثلا في اللي هو الماي دوكيومنتس، اقدر اضيف مثلا عندي اللي هو اللوكال سيتنج ابلكيشن داتا كوكيز، اقدر اضيف عندي حاجات عشان ابعتها له زي ما انت شايف. اقدر حتى كمان ان انا اضيف مثلا عندي قسم الديسكتوب عشان يقدر يعرف ان انا والله في الديسكتوب عندي فايل باسم كذا وعندي صوره باسم كذا. افتراضا عشان اديك مثال، انا دلوقتي محتاج ان انا اكود شيء، فاصغر عندي الشاشه واجي هنا مثلا عندي على تمام زي ما انت شايف، اجي مثلا هنا اكتب عندي ويب سايت. تمام، عشان اقدر اقول له مثلا والله في صوره عجباني الويب سايت انا حابب ان انا اكودها، فاجي مثلا عندي على الويب سايت ده اخد الصوره دي زي ما انت شايف، اعمل لها سيف عندي افتراضا على الديسكتوب واسميها مثلا باسم ديمو. زي ما انت شايف حفظتها عندي دلوقتي، الصوره محفوظه عندي على الديسكتوب باسم ديمو. فاجي افتحها عباره عن صوره. تمام، هو طبعا لسه عشان انا بستخدم ايه اللي هو ساند بوكس يعني، فبالتالي مش هنا. بس عموما يعني عندي ديمو واللي هو الايه اللي هو الصيغه بتاعتها جي بي جي. تمام، فانا اقدر ان انا اجي هنا عندي ديسكتوب ديمو. تمام، زي ما انت شايف عشان اقدر اضيف له شيء جي بي جي، هو اوتوماتيك اتعرف عليه زي ما انت شايف جي بي جي جي بي جي زي ما انت شايف. وهنا اقدر بقى والله اقول له انا مثلا محتاج شيء ما كمثال. يعني اقدر ان انا مثلا هنا اقول له مثلا دلوقتي انا قلت له encode this image and convert it to a website، يعني حولها لويب سايت. فاجي ادوس انتر، هو اوتوماتيك دلوقتي هيبتدي ان هو ياخد الصوره يفهمها يحاول يحللها والكلام ده كله، وهيبتدي بالفعل ان هو يحولها لموقع افتراضا على شكل التصميم ده اللي انا عملته. هو مش راضيه تظهر هنا هو للاسف، بس على الشكل ده يعني. تمام، على شكل الموقع ده، فهو هيحولها لي لموقع حقيقي دلوقتي. فهي دي الفكره يعني. ده فكره الايه، ده فكره اللي هو ان انا اقدر استخدمه في البرمجه، ان انا بالفعل اكود الصوره، احول الصوره مثلا لشيء ما ملموس، فاهمني؟ فهو هيطلعها لي على هيئه اندكس، او مثلا نقول ملف على هيئه اندكس، ان انا اقدر مثلا افتحه عن طريق المتصفح بشكل مباشر. بس هو بياخد وقت شويه. قلت له يس اي نيد ات فايل اندكس. تمام، فهننتظر دلوقتي. هو بياخد وقت شويه بس في المعالجه. هقول له ماشي الله الله كله كله
تمام، عشان ايه؟ يظبط لي الدنيا. هو بياخد وقت شويه. فانت شايف هو بيتعامل كل حاجه بالاوامر حرفيا. انا هقول له الله everything عشان انا مش عايز صداع، هو يظبط كل حاجه مع نفسه. انت حرفيا هنا كل حاجه عن طريق الاوامر، الكتابه. فهي هنا مش عمليه، هي فكرتها ان هي بالفعل موجهه اكتر للمبرمجين، موجهه اكتر للناس اللي بالفعل عايزه حاجه بالاوامر او تتكتب بالاوامر، بدل ما يروح بقى شويه على الموقع ويعمل وبتاع. لا، كل حاجه قدامه عن طريق اللي هو السي ام دي، تمام، او عن طريق اللي هو التيرمينال، يديله الامر اللي هو عايزه وياخد الشيء اللي هو عايزه بكل سهوله. غير كده انت كمستخدم عادي اللي انت عامل زي حالاتي وانا زيك والكلام ده كله، يعني احنا مش عمالقه في الانجليزي اصلا. انت عشان تقدر تشتغل بالمستوى ده انت محتاج ان انت تكون عندك خبره باللغه الانجليزيه حوالي مثلا نقول 90%. يعني انت عندك بالفعل معرفه باللغه الانجليزيه ومتقنها بنسبه 90% عشان تقدر تتعامل معاه، لان كل الاوامر بتاعتك هتبقى معاه باللغه الانجليزيه، لان زي ما انت شفت ان هو لا يدعم اللغه العربيه، فاهمني؟ فالموضوع هيكون صعب جدا عليك وحتى عليا انا شخصيا. يعني انا دلوقتي بكلمك وانا بستخدمه زي ما انت شايف عن طريق جوجل ترانزليشن، لان انا مش يعني أنا ما بعرفش اتكلم لغه انجليزيه اللي تخليني ان انا اكتب الكلام من دماغي. عندي هنا طبعا اداني بقى اللي هو الايه، الكود اللي هو الهوست. طبعا بقى انت حابب ان انت تحذف الهيستوري ده كله، يعني افتراضا انت عملت شيء انت عايزه وحابب تحذف الهيستوري، يعني الهيستوري ده كله بتبدا من جديد. هتعمل ازاي؟ هدوس هنا عندك على سلاش، تمام، اللي هو الخط ده سلاش. اول ما تدوس عليه يظهر هنا عندك قائمه جديده. يبقى احنا عرفنا ان ايه، انت بتضيف شيء او بتوصل شيء بالشيء، اللي هو الابلكيشن داتا، الكوكيز، اللي هو اللوكال سيتنج، ماي دوكيومنتس، عشان تقدر تضيف شيء، صوره، ملف، فيديو، اي حاجه. ايه سلاش؟ انت بيديك مجموعه من الاوامر الثانيه زي الاباوت. افتراضا هنا بتقدر تعرف الاباوت الاصدار اللي انت بتستخدمه، فاهمني؟ هل بالفعل انت بتستخدم ساند بوكس ولا لا؟ تقدر مثلا هنا عندك حاجات كتير، عندك اللي هي الشات، عندك الكلير ان انت تقدر تشيل كل حاجه. او بص، مسافه ما انا اختار عندي اللي هو الكلير، كل حاجه اتحذفت ورجعت كاني اول مره من جديد. بس طبعا هنا هتلاقي عندي اللي هو الايه، ال 99 بقت، يعني الاول كانت 100% دلوقتي بقت 99، لان انا بالفعل استخدمت شويه كريدت من عندي. فهي دي الفكره. بطلب منه حاجات كتيره، ادردش معاه، اعمل معاه، اطلب منه يصمم لي صور، اطلب منه يصمم لي فيديوهات. بس الى الان انا حاولت اكتر من مره ان انا اصمم معاه صور، لسه الموضوع تقريبا لسه في البدايه. فلسه لحد دلوقتي الايه، لسه لحد دلوقتي بالفعل هو ما عندوش القدره ان هو يصمم صور او يصمم فيديوهات. ده لسه في البدايه لانه لسه اصلا بقالي يومين. انما بعد كده ان شاء الله اكيد هتلاقي ان هو اصبح مختلف تماما، واكيد طبعا هتلاقي فيه حاجات كتيره اتضافت عليه. هي دي بالظبط جيميناي اللي هو سي ال اي. فكرته كلها تعتمد على ان انت توصل لكل حاجه عن طريق السي ام دي، لان هو اصلا يعني زي ما تقول ان هو عباره عن واجهه، السيرفرات كلها هناك. انت مش بتستخدم الشيء لوكال، عشان بس في ناس ممكن تظن ان ده بيتحمل عندك او الداتا او كل شيء متحمل عندك لوكال. لا، انت زي ما يكون بوابه، بس بدل ما انت بتستخدم الموقع الرسمي، لا، انت بتستخدمها عندك عن طريق السي ام دي، لانه اسرع واسهل وبدون اي تعقيدات واخف كمان. يعني ده اخف. لو انت حتى جيت شفت مثلا الموارد اللي هو بيستخدمها حرفيا لا شيء مقارنه مع المتصفح افتراضا، او مثلا زي ما انت شايف، يعني ده مثلا الموارد اللي بيستخدمها السي ام تي بوست 82 ميجا مقارنه مع المتصفح حوالي نص جيجا. انت يعني انت فهمت الفكره؟ بدل ما تفتح مليون تاب، لا، هو حرفيا بتعمل مليون حاجه من هنا اهو، تمام، وهو واخد بالظبط اقل موارد على الجهاز. ده فكرته. وبيعتمد اكتر عليه برضه في السيرفرات. ده ممكن تثبته على سيرفر وتستخدمه من على السيرفر، فبيوفر معاك بالفعل في الموارد الخاصه بالسيرفر لو انت مأجر سيرفر. ده فكره اللي هو السي ال اي، موجه اكتر مبرمجين ومطورين، مش لينا احنا كمستخدمين. بس انا حبيت اشرحها لك واعتذر على الاطاله، واتمنى يكون الفيديو عجبك. وما تنساش بقى تعمل لايك، تشترك في القناه، وتفعل الجرس. اشوفك على خير بقى باذن الله فيديو جديد، لان في حاجات كتيره جدا حلوه جايه باذن الله في الطريق، وباذن الله هحاول انزل فيديو يعني يوميا عنها. فاشترك في القناه وفعل الجرس، ومع السلامه.